دايما النادي الاهلي من يوم انشائه قيمته عظيمه وقيمته كبيره، ويوم عن يوم بالمواقف والاحداث بتترسخ الفكره دي ان النادي الاهلي دايما نادي كبير وقيمته كبيره. النهارده يمكن عندنا اكتر من موقف يثبت لك الموضوع ده. اولهم ان مارسيل كولر النهارده او الايام دي طبعا عارفين ان جاله عقد خرافي من نادي الشباب السعودي تقريبا 8 مليون دولار في الموسم. لكن مارسيل كولر حتى الان رافض العرض ومصمم ان هو يكمل تجربته مع النادي الاهلي. طبعا عشان ما نبقاش يعني بنبالغ، دي ترجع مبدئيا رقم واحد لشخصية مارسيل كولر نفسه، ان هو الراجل المادة عنده مش هي في المقام الاول. ولكن مش مش هنتجاهل فكرة ان هو برضو من ضمن الاسباب اللي خلته يرفض ده ان هو بيشتغل في نادي كبير، نادي عظيم، نادي عنده قيمة. حس بقد ايه ان هو في نادي قادر يقدم له كل عوامل النجاح اللي تكبره وتكبر اسمه. فده يثبت لك قد ايه النادي الاهلي العظيم. نتمنى يفضل كولر على موقفه لانه فعلا راجل من اهم التعاقدات اللي عملها النادي الاهلي، وماشي في مسيره ناجحه وان شاء الله يستمر مع النادي الاهلي. تاني حاجه، شفنا النهارده ان مريم متولي دي كانت لعيبه في النادي الاهلي، لعيبه الطايره، واللي راحت نادي الزمالك بعد ما اغراها مجلس اداره نادي الزمالك متمثلا في مرتضى منصور وولاده، واغروها بالفلوس وسابت النادي الاهلي وراحت وقعت لنادي الزمالك. النهارده بتشتكي الاتحاد الطايره نادي الزمالك انها بقى لها 7 شهور ما اخدتش مستحقاتها. قبل بقى ما اتكلم شفتي ومش شفتي واجيب سيرتها، لكن طلع والدها بقى وقال ان بنتي بقى لها 7 شهور ما خدتش مستحقاتها، وان نادي الزمالك ده نادي بلا اداره، وبنتي اكبر خطأ اخدته في حياتها ان هي وقعت لنادي الزمالك، وان هي مستعده تقدم اعتذار للنادي الاهلي عشان ترجع تاني. طيب مبدئيا يا حاج ابو مريم، انا ممكن اشوف حد بيغسل ايده ويلبسها للمنافس، يلبسها الخصم ليه، ممكن يلبسها لواحد صاحبه وواحد زميله في الشغل، لكن اول مره اشوف واحد بيغسل ايده من موضوع ويلبسها لبنته. لان طبعا مستحيل تكون بنتك خدت القرار ده من غير ما ترجع لك، ومن غير ما تكون انت كمان السبب الاساسي في اقناع بنتك ان هي تروح، على اساس ان انت بقى ايه، دي استثمارك. فهتجيب لك بقى ملايين من البنت بتلعب كرة طايرة، وهتجيب لك ملايين تدخل لك ملايين، فاكيد انت كنت مشارك في القرار. ففكرة انك تغسل ايدك دي حاجة مش منطقية بالنسبة لي ومش فاهمها الصراحة. دي حاجة. تاني حاجة، فكرة الندم في موقف بنتك انا مش قادر افهمه اصلا او مش مقتنع بيه. اولا لازم تفهم ان اي حد بيسيب النادي الاهلي بشكل غير مرضي للجماهير او الاداره مجتمعين، فتاكد ان رجوعه للنادي تاني شيء تقريبا مستحيل، والامثله كتير جدا ممكن ترجع لها. لكن فكره انك تقول بنتك ندمانه، انا مش مقتنع بالكلام ده اصلا. ندم دي ممكن افهمها من واحد زي رمضان صبحي بيلعب في نادي، بيلعب بشكل اساسي، بيشارك في بطولات افريقيا، سيبك ان هو بياخد بطولات او ما بياخدش، عقده كبير، بياخد مستحقاته في وقتها. فلما يقول ان انا ندمان على التجربه دي اقدر افهم، مع انه في جميع الاحوال برضه مش هيرجع النادي الاهلي. لكن فكره ان بنتك عشان ما خدتش مستحقاتها بقى لها 7 شهور ترجع تقول ندمانه واكبر غلط غلطته، طب لو كانت بتاخد مستحقاتها ال7 شهور دول كانت هتبقى برضه ندمانه. فما تجيبهاش في حته ان بنتك ندمانه ومش ندمانه وترجع للنادي الاهلي. فكره الرجوع مستحيله، اما فكره الندم احنا مش مقتنعين بيها من الاساس. تالت حاجه عايز اتكلم عليها بقى، احمد الطيب جاي كده بالبلدي بيصيع. احمد الطيب كاتب تويته بيقول فيها ان اسعد لحظات عمره لما بيقابل حد اهلاوي وبيقول له انا اهلاوي وبحبك. وده بيثبت ان كل الناس اللي بتحاول تعمل خصومه بينه وبين جماهير النادي الاهلي وتوقع بينه وبين جمهور النادي الاهلي فشلوا، وقعد بقى يشكر في جماهير الزمالك وكمل بقى حديثه الى اخره. طيب انا عايز اقول لاحمد طيب نمره واحد، اولا احنا كجماهير اهلي احنا اكبر من ان حد يسوقنا او يوجهنا نحب مين ونكره مين. ففكرة ان حد يزقنا او يوجهنا ان احنا نحبك ولا نكرهك ولا الكلام ده طبعا ده مش موجود اصلا. تاني حاجة، انت بتقول ان حد من الجماهير اهلاوي بيقابلك يقول انا بحبك، وبتعتبر ده ان ده حب الجمهور النادي الاهلي. طيب انا ما بحبش احلف كتير، لكني هحلف لك انه اقسم بالله سواء في تويتر، فيسبوك، انستجرام، كل وسائل السوشيال ميديا اللي الواحد بيدخلها ومتواجد فيها، انا عمري ما شفت اهلاوي كاتب كلمة طيبة عنك او بيشكر فيك. بالعكس كل هجوم ونقد لاذع عليك. هو ده الواقع اللي احنا راصدينه بعيننا. اما اللي انت بتحكيه ده دي حكايه على لسانك انت، على روايتك انت، محدش شافها غيرك، فاحنا مش مطلوب مننا نصدقها ولا مقتنعين بيها اساسا. كل جماهير النادي الاهلي ارائها فيك ان انت راجل لا مش بتحب النادي الاهلي، دايما بتسعى للتوقيع. مفيش حد من جماهير الاهلي للاسف بيحبك، لانك كمان بتستخدم اسلوب مرفوض حتى في مجتمعنا، اللي هو اسلوب المفروض بيقوله راجل لكنه تحس ان هو مش طالع، انا اسف يعني، من الراجل،
طالع من حد لما كان بيجي مثلا صحاب مامته وهم صغيرين يزوروها ويقعدوا معاه شويه، كان دايما قعدتهم معاه، ما كانش بيروح يمشي، ما كانش يحب يخرج مع بابا خالص يعني. فاما فكره انك عايز توجه لنا ان انت جماهير الاهلي بتحبك ومش عارف ايه، لا الكلام ده مش مظبوط خالص. مفيش حد في جماهير النادي الاهلي بيتوجه، وهي دي حقيقه مشاعر النادي الاهلي ناحيتك. مفيش اللي انت بتقوله ده مش مظبوط، وده على لسانك انت ومش مطالب مننا نصدقه. ففي الاخر بقول لك يا احمد الطيب ما تصيعش.